السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم محمد بوزريقة خرج بعض التصريحات مهمة جدا، والأهم منها هو اللي غادي نقوله لكم، إنه ملخص اللي غادي نقوله، لأنه خرج عبر الفيديو لإحدى القنوات الخاصة، وقال فيها لأنه كان عنده انقطاع مع المكتب المديري لفريق الرجاء البيضاوي، مع المكتب ككل، لأن لمدة 25 يوم، لأنه مع العملية اللي دار على القلب في لندن، اللي ما كانش عنده اتصال تماما مع الفريق ومع المشاكل اللي عند الفريق. ومن بعد 25 يوم تواصل مع الفريق وتواصل مع المكتب المديري لفريق الرجاء البيضاوي، وحاول يدير معهم اجتماع عبر الفيديو، وخرجوا بعدة قرارات هامة، ومن أهمها لأنهم صرفوا اللاعبين والطاقم التقني كل شيء، صرفوا لهم الفلوس ديالهم، المستحقات ديالهم لكي يتسالوا الفريق الرجاء البيضاوي، منها 280 مليون اللي صرفوا اللاعبين. وكذلك دار اجتماع مع 6 لاعبين من الفريق الأول، وأكد لهم لأنه المستحقات ديالهم والبريمات ديالهم كلهم غادي يوصلوهم في الوقت، وقال لهم لأنكم إلا ربحتوا 3 المقابلات متابعة، لأنك غادي يكون عندكم واحد البريم سبيسيال، هادشي اللي على حسب ما قال محمد بودريقة. وكذلك لأنه تكلم على الميركاتو الصيفي، لأنه قال لك راه قول جدا، لأن الميركاتو الصيفي لأن خلص فيه فلوس كثيرة، وكذلك في الميركاتو الشتوي لأنه خلص فلوس كثيرة. وقال لك ودابا في هذا الميركاتو اللي جاي دابا ديال الصيف المقبل، إن شاء الله كاينين عدة مشاكل، ومنهم المشكل ديال الماي، والشركة اللي كان متعاقد معها الزيات، هادو كلهم عندهم مشاكل كبيرة، وطيحين بعد الملفات كبار، لأنهم خاصهم دير ليتيج، خاصهم يتخلصوا للفريق. وزاد أكد لأنه قال لك لأنه تعاقد مع 3 ديال اللاعبين لأنهم مهمين، لأنهم دابا رسميا تعاقد معهم، مبغاش يعطي الأسماء ديالهم، قال لهم حتى الوقت اللي نقدموهم. وكاين تفاوض مع لاعبين آخرين، وكاين منهم لاعب إفريقي كذلك لأنه غادي. وزاد أكد على المشكل اللي كاين، لأنه هو غايب خارج أرض الوطن هذه لمدة تقريبا طويلة. قال لك لأن المقاطعة ديال مير السلطان ولا البرنامج ولا فريق الرجاء هذا كملخص عام، لأنهم ما عطوني حتى شي حاجة، لأنني أنا خسرت الكثير من أجلهم، لأن أنا ما كتهمني لا الإقالة ولا الاستقالة، كتهمني صحتي والعائلة ديالي هي اللي كتهمني، لأنني أنا لحد الآن باقي في الإنجليز، لأن الاستشارة ديال الطبيب هي اللي غادي تحكم تحتم عليا أش ندخل البلاد ولا نبقى في فترة نقاهة. هادشي اللي زاد أكدو محمد بودريقة في هذا المداخلة ديالو عبر الفيديو، وأكد لأنه ما عندوش مشكل لأنه يبقى أو يمشي، لا من فريق الرجاء ولا من البرنامج ولا من المقاطعة مير السلطان. وزاد أكد قال لك لأنه هو من شرا واحد الأرض، شراها ب6 المليار، هو خسر فلوس كثيرة. وزاد كذلك قال لي انه ستطرحوا لي سؤال، لانه 200 مليار لانها فين مشات. قال لهم انا هذيك من 200 مليار اللي عطيتوني منها 10% انا ما باقيش ندخل المغرب بهذا الاسلوب الساخر ديالو. وثاني زاد تاكد وطرح لي سؤال، قال انا ما عندي، انا ما ماشي ما كنتاجر لا في مخدرات، لا في التجاره الدوليه، لا في الاعضاء، لا في حتى شي حاجه. انا انسان عادي، انا مقاول ديال العقار، انا لا عندي شي مشاكل، عندي مشاكل عقاريه فقط. هذا على حسب القول ديال محمد بودريقه. وهذا الشيء اللي اكد في هذه الرساله، لانه كاين عده مشاكل عند فريق الرجاء، وكاين التواصل مع المكتب المديري ديال فريق الرجاء، وغادي يحاولوا يحلوا جميع المشاكل باش تكون الرجاء في احسن الظروف ديالها، وغادي تحاول تدافع عن اللقب الى اخر الدورة 30 من البطولة، لأن هذيك الساعات كان شي تعثر للفريق الجيش الملكي ولا هذيك، لأن الرجاء غتفوز، ما كانش، لأن الرجاء راه غادا تكلاسا هي الثانية، وغادا تشارك في عصبة الأبطال الإفريقية. وغادي نحاولوا نوجدوا اللاعبين ونوجدوا المقابلات المقبلة، لأن كاين عندنا كأس العرش، وكاين عندنا هذاك ما عندناش واحد الفترة اللي غادي نديروا فيها الإعداد، غادي نديروا كاينه فترة قصيرة. لهذا من الآن
كان عندي اجتماع مع المكتب المديري، وكان عندي مع الطاقم التقني والمدير الفني ديال فريق الرجاء البيضاوي، وناقشنا جميع الخصائص اللي خاصهم وحنا الآن كنخدموا عليه. هذا الشيء اللي أكد محمد بودريقة في هذه المداخلة ديالو، لأنه ما لزمش أشنو غادي يدخل للبلاد ولا ما غاديش يدخل ولا غادي يبقى تما، ولكن قال لأنه ما كتهمو حتى شي حاجة قد ما كتهمو صحته والعائلة ديالو الصغيرة. أنا عطيت الكثير للرجاء، وعطيت الكثير للبلاد، ولا ما بقاوش بغاوني أنا ما عندي ما ندير، لأن كيسير البرنامج وكيسير المقاطعات مير السلطان وكيسير فريق الرجاء البيضاوي. هادشي اللي قال. إخواني أخواتي، ما تنسوش تابوناو، فعلوا الجرس، بارطاجيو الفيديو باش الفكرة تعم وتكبر العائلة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.